المركز الإعلامي بجامع محمد بن يوسف الحسن يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وتسليماته وتبريكاته على الرسول الأمين سيدنا وإمامنا وقرة أعيننا محمد. اللهم صل وسلم عليه في الأولين، وصل وسلم عليه في الآخرين، وصل وسلم عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك عليه عدد ما خلقت وما أنت خالق. أما بعد، أيها الإخوة، قد يكون هذا هو المجلس الأخير في مجالس خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى ومد في العمر نختار شيئا نشرحه ونقرأه، وحتى لا أكون متفردا بالرأي في نهاية المجلس إن شاء الله تعالى إن نسيت فذكروني، حتى نضع بين يدي دروسنا مقترحا لما سيأتي. من الله عز وجل علينا وأنعم وتفضل علينا وأكرم، فانتهينا من 3 فنون متعلقة بالنبي عليه الصلاة والسلام. في هذا المسجد المبارك مررنا على سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم من مولده حتى وفاته بأبيه وأمه، ثم مررنا على الشمائل النبوية الكريمة وكتاب الترمذي رحمه الله تعالى، وها نحن أولئك في ختم مجلس متعلق بخصائص المصطفى عليه الصلاة والسلام. فمن في الناس مثلنا؟ يعني نقول هذا من باب الاعتراف للمولى سبحانه وتعالى بالجميل، لأن السياحة في خصائص النبي وشمائله وفي هديه وسيرته وأيامه وسننه ومغازيه صلى الله عليه وآله وسلم هي جنة الدنيا ومتعتها. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. جنة الدنيا ما هي؟ لذة الأنس بالله تبارك وتعالى. لذلك يقول هو نفسه، يقول: إنه لتمر على القلب ساعات أقول فيها إن كان أهل الجنة فيما أنا فيه إنهم لفي نعيم مقيم. والعز بن عبد السلام أو غيره يقول: والله إننا لفي لذة أو حلاوة لو يعلم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بحد السيوف. لذلك توصف هذه المجالس النورانية مجالس الذكر، قراءة القرآن، ذكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بأنها لذة الدنيا وراحة الأرواح. مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم حتى قال إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة. هذه السكينة الموجودة في هذه المجالس لا تجدها عند العيادات النفسية ولا عند النفسانيين، تجدها فقط في قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعلني الله وإياكم من أهلها. مر معنا من خصائص المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم خصائص كثيرة، ألا إن ومن أعظم خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى شق له القمر. اقتربت الساعة وانشق القمر. وهذه الخصيصة للنبي عليه الصلاة والسلام يتفوق بها على شق البحر لموسى وعلى فلق الحجر لموسى. وهل وقع ذلك؟ وقع كما يقول ابن كثير بإجماع المسلمين. قال الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. وروى الشيخان في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم القمر شقين حتى رأوا حراء بينهما. طيب ماذا كان ردة فعل المشركين؟ نعم، قالوا هذا سحر ابن أبي كبشة. أحسنت. كانوا إذا أرادوا أن يحقروا من النبي عليه الصلاة والسلام قالوا ابن أبي كبشة. ومن هو أبو كبشة؟ هذا اللي يجيب على هذا السؤال له كتاب من 5 أجزاء. نعم، عم النبي، أبو النبي،
لا، أبوه عبد الله بن عبد المطلب من أرفع البيوتات في قريش. جده، أحسنت، والإجابة خاطئة. لا، هو أبوه من الرضاعة، زوجه حليمة، واسمه، اللي يجيب الاسم ياخذ كتاب من 10 أجزاء. ما بعنا بالكوم إلا اليوم. اسمه الحارث بن عبد العزى. لذلك أنا أقول في مجالسنا هذه: هذا ليس من الترف المعرفي. نحن هذه المساحة التخزينية التي شغلناها بأسماء التافهين الذين يسمونهم الناس مؤثرين أو مشاهير، أولى أن نشغل هذا الحيز بما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام. أحد علماء شنقيط التقيته في مكة مرة، جاء من بادية شنقيط من محاضرها، وفي ذهنه تصور كامل، GPS كامل لمكة المكرمة. كان إذا مر بأمانة العاصمة المقدسة قال: هذا دار فلان ابن أبي فلان. وإذا مر بمكتبة الحرم قال: هذه الدار التي ولد فيها النبي عليه الصلاة والسلام. هل هذا يعتبر من الترف المعرفي؟ لا، هذا يدل على عمق المحبة القائمة في نفس هذا العالم التي اقتضت أن يعرف تفاصيل التفاصيل عن حياة النبي عليه الصلاة والسلام، عن سننه، عن أيامه، عن خدمه، عن إمائه، عن زوجاته، عن أولاده، عن عدد الشعرات البيض في لحيته ورأسه صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض: وانشقاق القمر من أمهات معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم معجزات فانية، ومعجزة خالدة باقية فاق بها النبيين، وهي القرآن الباقي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. طيب، ومن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم، وهذا وردت فيه أحاديث كثيرة. ومن خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم كذلك أن الله تبارك وتعالى يفتح عليه من المحامد والمثاني التي لم يفتحها لأحد من قبله. لربنا جل وعلا، وهذا سيكون ضمن مقترحات ذكروني، اللي هو دراسة الأسماء الحسنى. لربنا جل وعلا أسماء عددها لا تعد ولا تحصى. يا أخي، لما يشعر الإنسان أنه في ثمرة للدروس يغتبط وينتشي ويفرح. نعم، كانت إجاباتكم سابقا 99، وقلنا إن النص الذي ورد في ذلك وهو حديث صحيح: إن لله 99 اسما لا يدل على الحصر، وإنما من أسماء الله الكثيرة 99 من أحصاها دخل الجنة، لكن أسماءه لا تحصى. كما أنه لا حد لذاته فلا حد لأسمائه ولا لصفاته جل جلاله، لأنه لو كانت أسماؤه محدودة حاشاه لكان كخلقه المحدودين. وقلنا إذا كانت أسماؤه محصورة في 99 فإن بعض المخلوقات أطلق عليها 100 اسم، مثل الأسد، وأيضا السيف. ذاكرين كويس. طيب، إذن النبي عليه الصلاة والسلام يفتح الله عليه من المحامد والمثاني التي لم يفتحها على أحد. والحديث في ذلك طويل، متعلق بحديث الشفاعة الكبرى التي يفصل فيها النبي عليه الصلاة أو يشفع فيها للفصل بين القضاء. الناس ينتظرون فيبلغ بهم الجهد كل مبلغ، فيأتون آدم: يا آدم أنت أبو البشر، وأنت وأنت وأنت. فيقول آدم: إن الله غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإن الله قد نهاني عن الشجرة فأكلت منها، اذهبوا إلى نوح. فيأتون إلى نوح ويثنون عليه ويذكرون المثاني التي له ويقولون: اشفع لنا. فيقول نوح عليه السلام: إنه كانت لي دعوة مستجابة فتعجلتها في الدنيا، وإن الله غضب غضبا لم يغضب غضبا مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم ويقولون: أنت خليل الله، ويذكرون من الثناء. فيعتذر إبراهيم بماذا؟ بأنه كذب 3 كذبات، وهو يسميها كذبات وليست كذلك. ثم يقول: إن ربي غضب غضبا لم يغضب، إلى آخره. اذهبوا إلى
موسى، فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت كليم الله وأنت، فيقول موسى إني قتلت نفسا لم يأمرني الله بقتلها وإن الله غضب غضبا اذهبوا إلى عيسى، فيأتون عيسى ويقولون أنت كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه، فلا يذكر ذنبا. عيسى لا يذكر ذنبا، وإنما يقول اذهبوا إلى محمد، فيأتون النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الشاهد، فيسجد تحت العرش. قال فيفتح الله علي من المحامد والمثاني التي لم أكن أعرفها في دار الدنيا. وهذا هو تأويل قوله عليه الصلاة والسلام بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فما استأثر به في علم الغيب عنده يطلع النبي عليه الصلاة والسلام على بعضه فيثني عليه به صلى الله عليه وآله وسلم. إذن من خصائصه الشفاعة الكبرى للفصل، ومن خصائصه أن الله يفتح عليه من المحامد والمثاني التي لم يكن فتحها لأحد من قبله. ومن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول من يستفتح باب الجنة، حتى يقول خازن الجنة بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. ومن خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أنه يدخل الجنة من أمته 70,000 بغير حساب، صح بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما صفاتهم؟ لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. وهنا أمر ينبغي التنبيه عليه، وهو أن بعض الناس أحيانا يبلغ به الجهد مبلغا عظيما فلا يطلب التداوي ولو على وجه الرقية. الحديث إنما دل على أمور تدل على كمال توكل هؤلاء 70، وليس نقصا في التوكل أحيانا أن يطلب الدواء، لأن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تتعارض. قال صلى الله عليه وآله وسلم عباد الله تداووا ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له الدواء. فإذا اشتدت الحاجة بالإنسان فطلب دواء أو طلب من يرقي أو استعاذ بمن يقدر عن دفع الضر عنه، فإن ذلك لا يخرم في كمال توكله. قال إذن لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. وبينما النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الحديث قال عكاشة رضي الله عنه يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم. فجاء رجل آخر يريد أن يركب القطار وأن يدرك فقال يا رسول الله وأنا، قال سبقك بها عكاشة. وهذا ملحظ مهم جدا لفت إليه أحد الإخوة المؤثرين في مواقع التواصل، قال أحيانا يكون بينك وبين المعالي لحظة من أدركها أدرك الخير كله. الله عز وجل الذي ألهم عكاشة من بين سائر الأصحاب الذين كانوا يتحلقون بالنبي عليه الصلاة والسلام ويحيطون به إحاطة السوار بالمعصم، تفضل المولى عليه بأن يكون سابقا في أن يلفظ بهذه الكلمات فنجا وركب سفينة 70، وهو موعود من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. إذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الله جعل لأمته هذه الميزة. وهل هم 70؟ هل هم 70؟ ما لكم تتكأكؤون؟ فضل الله أكبر من أن يكونوا 70 فقط، 70,000، بل مع كل واحد وفضل الله واسع. وهؤلاء الذين عناهم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لا يتنافى بأحاديث أخرى أن هناك أقوام يدخلون الجنة بغير حساب لأعمال غير التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك نقول مطمئنين ونتكئ على حديث آخر أن الذين يدخلون الجنة من أمة النبي عليه الصلاة والسلام هم أكثر الأمم. وهذه أيضا من خصائصه عليه الصلاة والسلام أن من يدخل الجنة من أمته أكثر من سائر الأمم. ويوم القيامة حين يرى موسى الكليم
الذين يدخلون الجنة من أمة النبي عليه الصلاة والسلام وأنهم أكثر من أمته، ماذا يصنع؟ يبكي، والغبطة تصنع أكثر من ذلك. طيب، ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه أول من يجوز على الصراط، وأمته كذلك أول من تجوز على الصراط، مصداق قوله عليه الصلاة والسلام: فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته. ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه اختبأ دعوته شفاعة لأمته. صح في البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته. أما النبي عليه الصلاة والسلام فاختبأ هذه الدعوة حتى تكون شفاعة لأمته. قال العلماء: وفي الحديث دليل على عظم شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته. من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى جمع له بين القبلتين سريعا. القبلة الأولى بيت المقدس. كم مكث الناس يصلون إلى بيت المقدس؟ 16 شهرا، كلت منهم 3. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم، وبها نختم، أن الله تعالى مدحه وزكاه كلا وبعضا. مدحه وزكاه كلا وبعضا. زكى الله سبحانه وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم في عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. وزكى الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم في بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى. وزكى الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم في صدقه فقال: وما ينطق عن الهوى. وزكى الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم في معلمه فقال: علمه شديد القوى. وزكى الله نبينا صلى الله عليه وسلم في صدره فقال: ألم نشرح لك صدرك. وزكى الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم في طهره فقال: ووضعنا عنك وزرك. وزكى الله نبينا صلى الله عليه وسلم في ذكره فقال: ورفعنا لك ذكرك. وزكاه صلى الله عليه وسلم في حلمه فقال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وزكى الله سبحانه وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم في خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فالله تعالى زكى كله وأبعاضه عليه الصلاة والسلام. ولو تأملنا في الوحيين لوجدنا أن لكل جارحة منه صلى الله عليه وسلم تزكية ربانية خاصة، فمن في الناس مثله؟ صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أن صحبته تثبت ولو برؤيته ساعة. اليوم ما يصح أن تقول فلان صاحب فلان إلا إذا سافر معه سفرا طويلا، مكث معه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لمجرد رؤيته ولو بلحظة تثبت الصحبة. الصحابي عند أهل العلم تعريفه ما هو؟ من رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك. لأن في ناس رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ثم آمنوا وارتدوا ماتوا على الردة، هؤلاء ليسوا صحابة وليسوا مسلمين أصلا. من رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك. في ناس عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام، آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، تواصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما أهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أعينهم لم تكتحل بمرآه، فلا يصح عليه تعريف الصحابي. من منهم؟ النجاشي. لذلك النجاشي في تعريفنا تابعي، لأن التابعي من هو؟ من رأى الصحابي مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام ومات على ذلك. لذلك بعض أهل العلم في ترجمة التابعين يعد رأس التابعين النجاشي رضي الله عنه ورحمه. وبهذا نكون قد مررنا على طائفة من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الخصائص تدلنا على أن الله اختاره على علم على العالمين، وأن الله اصطفاه سبحانه وتعالى، وأن الله أحبه وأجله وعزره ووقره وأمرنا بذلك سبحانه وتعالى. وهذه الخصائص
تنعكس على قلوبنا بمزيد المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فإن أصل المحبة معقود بقلب كل مؤمن ومؤمنة، ولكن كما أن الإيمان درجات يزيد وينقص، فإن المحبة كذلك درجات تزيد وتنقص. ومن أعظم ما يزيد محبة النبي عليه الصلاة والسلام هو المعرفة به والعلم به. من قرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يوازى في المحبة بمن لا يعرف عنه إلا معلومات عامة، ثقافة عامة. ومن قرأ صفته وسيرته وشمائله وخصائصه لا شك أنه سيكون في سدرة منتهى المحبة لما تعكسه المعلومة من أثر، ولما تعكسه المعرفة من أثر. فصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم. بعد انتهائنا بما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام من دراسة سيرته وشمائله وخصائصه، نطوي هذه الصفحة لنعود إليها مرة أخرى، وإلا فلا غنى لنا عنها. فما رأيكم أن نقرأ شيئا في التوحيد أو في الاعتقاد أو في الفقه؟ أنا سأقترح عليكم وأنتم اقترحوا علي، حتى نقول للناس بأننا معاشر المسلمين ديمقراطيين شوريين، وأننا لسنا استبداديين ولا إمبرياليين. طيب، أنا أقترح أن نطوف في الأسماء الحسنى، وأن نتعرف على الله تبارك وتعالى من خلال أسمائه جل جلاله. والاقتراح الثاني أن نقرأ في 3 الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، حتى تصدق علينا تهمة بأننا وهابيين اسما ورسما. والاقتراح الثالث أن نقرأ كتاب كشف الشبهات أيضا لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. والاقتراح الرابع أن نقرأ كتاب التوحيد أيضا. والله ده أنت وهابي نمرة واستماع. طيب، عندنا هذه ال4 المقترحات، وإن أردتم أن تزيدوا 5 من عندكم فالأمر إليكم. فماذا تفضل؟ الأصول طب نعمل تصويت بقى. الأصول 3. نعم، جميل، ولكن عاوزين ننتهي من أصول الاعتقاد، ومن الاعتقاد معرفة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها شطر الشهادة. فإحنا بدأنا وأشهد أن محمد رسول الله، نرجع وأشهد أن لا إله إلا الله، ثم ننتقل إلى الفروع الصحابة، وينعكس ذلك إن شاء الله علينا عبادة وسلوكا. تفضلوا سيدي. كتاب أصول الإيمان، جميل. طيب، أخشى أن تزيد المقترحات فنضل سواء السبيل. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى أن يهديني ربي سواء السبيل. طيب، نصوت إذن على ما ذكرنا. اللي يريد الأسماء الحسنى، ما شاء الله لا قوة، أسماء الحسنى. طيب، ومن يرى 3 الأصول؟ يبقى أنتم مش وهابيين بقى في عقيدتكم نص. طيب، كشف الشبهات، خلاص. إذا قالت بغداد فصدقوها، فإن القول ما قالت بغداد. إذن نشرع بإذن الله تعالى في الأسماء الحسنى، ولن تندموا عن هذا الاختيار. لماذا؟ لأن هذه الأسماء الحسنى تربي فينا حقيقة المراقبة وجلال المعرفة، وكل خير في هذه الدنيا إنما ينتج عن معرفة المولى سبحانه وتعالى. ولذلك في أعظم دعاء نكرره ونردده ولا نمل من تكراره: اهدنا الصراط المستقيم، دلنا وأرشدنا وخذ بنواصينا إليك يا رب. وإذا دلك الله تبارك وتعالى عليه فقد كشف عنك غطاءك فبصرك حديد، تمييز السقيم من الصحيح والصالح من غير الصالح. ومن آثار معرفة الأسماء الحسنى أن ذلك ينعكس على السلوك والأخلاق. يعني من يؤمن أن الله سميع بصير، هل يمكن في الخفاء أن يأتي موبقة أو ذنبا؟ مستحيل. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تظنن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. كان عمر رضي الله عنه يعس بالليل، وكان بعض الناس يخلط اللبن بالماء، فسمع امرأة تقول لابنتها:
اخلط اللبن بالماء، إن عمر لا يرانا. قالت ولكن رب عمر يرانا. هذا أثر من آثار الأسماء الحسنى. اليوم مشكلتنا هي مشكلة سلوك ومشكلة أخلاق ومشكلة قلة الدين. الأسبوع الماضي كنت في المحكمة، وقف رجل أفاك كذاب يقسم أيمانا أن هذا المال ماله وهو يعلم. هذا مثل عروة بن مسعود أو عمرو بن العاص لما التقى مسيلمة قال إنك تعلم أنني أعلم أنك كذاب. طيب، يعني مسيلمة لما ادعى النبوة يعلم أنه كذاب، لا يوحى إليه ولا شيء. فأتفكر أنا فأقول ما الذي حمل هذا الإنسان أن يدخل لأكثر من ذنب؟ يمين الغموس، الكذب، الاستطالة على أموال الناس بالباطل، لولا أن حقيقة معرفة الله غابت عن قلب هذا الإنسان، مع أن ظاهر حاله أنه يحافظ على الصلوات، لكن القضية ليست في الظاهر وإنما في العمق. وفي المقابل قصة أخرى حصلت اليوم. أحد الإخوة جاء من السعودية يريد أن يبيع مصنعا له هنا، دفع له تاجر من التجار 300,000 دينار، اتفق وأعطاه كلمة ثم قفل راجعا، وقبل أن يصل إلى الجسر جاءه اتصال من أحد الذوات في البلد، قال سمعت بأنك تريد أن قال نعم، قال ارجع أنا مشتري. رجع والتقاه اليوم يقول دفع لي 450,000 دينار. كم الفرق يا إخوة؟ يعني 1,500,000 ريال سعودي. قال بقيت في زلزال بين أن أفي بكلمتي، مع أن يقول ما قبضت عربون، وبين أن أنصاع لشهوة نفسي. يقول فآثرت الآخرة على الأولى، وقلت 300 فيها البركة خير من 450 ربما تكون ممحوقة البركة. هذا هو أثر الدين الذي من أعظم سمات الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، والذي ينعكس على سلوكنا. الأزمة اليوم أزمة أخلاق، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. حتى النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الأزمة في آخر الزمان أزمة أخلاق وأزمة عفة. فبالتالي مما يعظم هذا الجناب عندنا ومما يرفع هذه الإيمانيات إعادة التعرف على المولى سبحانه وتعالى. وكلما زادت المعرفة زاد الإيمان، وإذا زاد الإيمان صلح كل شيء، وإذا ضاع الإيمان فسد كل شيء. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يصلح نياتنا، وأن يصلح ذرياتنا، وأن يصلح أعمالنا. اللهم أنت الغفار، اللهم أنت التواب، يا غافر الذنب يا قابل التوب. نسألك مغفرة تأتي على جميع ذنوبنا وتمحو سيئاتنا وتطهرنا تطهيرا. اللهم اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا وسامحنا. اللهم يا غفار الذنوب يا محاء الخطايا نستغفرك إنك كنت غفارا. اللهم فاغفر وارحم واعفو وتجاوز وتكرم وتحنن. اللهم اغفر لنا قديم الذنب وحديثه، صغيره وكبيره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وأسررنا وأعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم ما كان بيننا وبينك فاغفره وتجاوز عنه، وما كان بيننا وبين أحد من خلقك فتحمله عنا. اللهم إنا نسألك فوق المغفرة أن تبدل سيئاتنا حسنات، كريما قصدنا، جوادا أملنا، عظيما رجونا. اللهم اغفر لنا وبدل سيئاتنا حسنات. اللهم إنه لا يعجزك وهو عليك هين، اغفر لنا وبدل سيئاتنا حسنات. اللهم وخص بالمغفرة مزيدا، وخص بالمغفرة أكيدا آباءنا وأمهاتنا، اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، اغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم كما آثرونا فآثرهم، وكما رحمونا فارحمهم، وكما أكرمونا فأكرمهم. اللهم تحنن عليهم بالرحمة. اللهم بارك في حياة الأحياء من آبائنا وأمهاتنا، بارك في قوتهم
وبارك في أسماعهم، وبارك في أبصارهم، وبارك في حياتهم، واشف عللهم، وداوي أسقامهم، وأحيهم حياة طيبة. اللهم ومن مات أو فات من آبائنا فارحمهم رحمة كبيرة من عندك، صب على قبورهم شآبيب الرحمة، وأنزل عليهم سحائب المغفرة. اللهم أفرحهم في هذه الساعة، وصلهم بصلاتنا ودعائنا. اللهم وبلغهم دعاءنا. اللهم من كان منهم في ضيق فانقله إلى السعة، ومن كان منهم في سعة فزده رفعة. اللهم اجعلهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا الله أشركهم في دعاء كل عبد صالح وأمة. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك الحسنى لنا مددا، ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا، فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد. اللهم أصلح لنا ديننا، وأصلح لنا دنيانا، وأصلح لنا آخرتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا واسعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا. اللهم أعذنا من شر الأشرار، اللهم احمنا من كيد الفجار، اللهم أعذنا من سيء الأقدار. اللهم اكفنا بكفايتك، وقنا بوقايتك، واجعلنا يا الله في كنفك وحصنك وأمانك وضمانك. اللهم من أرادنا بشر وسوء وكيد وحسد ووشاية ووقيعة، اللهم فاجعل كيده كيدا عليه، واجعل شره شرا عليه، واجعل سعيه سعيا عليه. اللهم اجعل بيننا وبينهم سدا، وليلا مسودا، وجبلا ممتدا. اللهم اجعلنا في وسط العناية، اللهم اجعلنا في عين الرعاية. اللهم اجعلنا من عبادك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تولنا فيمن توليت، تولنا فيمن توليت يا ولي الإسلام وأهله. مسكنا بالإسلام حتى نلقاك. نعوذ بك أن تزل قدم بعد ثبوتها، نعوذ بك أن نغير أو نبدل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل لنا تحت الستر عملا صالحا. إلهنا أنت تعلم حاجاتنا، وتعلم مبتدأنا ومختتمنا، وتعلم عدد شعرات أجسامنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. اللهم من كان منا ذا هم ففرج همه، اللهم من كان منا ذا حاجة فاقض حاجته، اللهم من كان منا فقيرا كثيرا فأغنه، اللهم من كان منا مدينا معوزا فأغنه. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا. يا رب ارزق كل عقيم، يا رب ارزق كل عقيم، واشف كل مريض، وآوي كل مبتلى، ورد إليك كل ضال. اللهم أنت الحي الذي لا يموت، والقيوم الذي لا ينام. فرج هم المهمومين من إخواننا في أرض الرباط، اللهم فرج همهم، اللهم نفس كربهم، اللهم اكتب عزهم، اللهم تولهم، اللهم كن لهم، اللهم آثرهم، اللهم انصرهم، اللهم أعزهم، اللهم تولهم، اللهم كن بهم حفيا، وكن لهم وليا. اللهم عليك بمن قتل الأطفال والنساء والشيوخ، اللهم أرنا فيهم عجيب قدرتك وعظيم سطوتك. جردهم عن حلمك وغطائك، اللهم جردهم عن عافيتك، اللهم كلهم إلى أنفسهم ليضلوا. إلهنا أبرم لأمة الإسلام أمر رشد، يعز فيه أهل الطاعة، ويتاب فيه على أهل المعصية. اللهم سلم أوطان المسلمين وأمنها من كل زيغ، اللهم سلم أوطان المسلمين وأمنها من كل فاقة وحاجة وعاهة. اللهم كن للمسلمين في الشام وفي العراق وفي مصر وفي اليمن وفي بلاد الأفغان، وكلهم في بلاد الصين. اللهم كن للمسلمين في كشمير وفي الهند وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارأف والطف بأمة نبيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واجعل هذا البلد دوحة للأمن والإيمان، ومأرزا للسنة والقرآن، وارزق إنسانه من كل خير ظاهر وباطن يا رب العالمين. اللهم لا تصرفنا إلا وقد رضيت عنا، اللهم لا تفض جمعنا إلا وقد أجبت سؤالنا، وحققت رجاءنا، وأعطيناك ما سألناك، وما فاتنا أن نسألك إياه مما تعلم حاجتنا له يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وصل وسلم وبارك وزد وأنعم على عبدك وخليلك محمد عدد ما عند الله من العدد، مع كل طرفة عين من الأزل إلى الأبد.